بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم في لقاء جديد هتكلم فيه في هذه الحلقة، ودي الحلقة الثانية من أسباب أو الأمور والنقاط المهمة اللي لازم نعرفها في زيادة أزمة نقص الأدوية أو زيادة ظاهرة نقص الأدوية. طبعا معروف حاليا إنه في نقص كثير في الأدوية، ولكن في حاجات بتزود الأزمة وفي حاجات حقيقية وفي حاجات غير حقيقية. فكدوري كصيدلي إن أنا أوضح لحضراتكم هذا الكلام على قدر معرفتي من خلال يعني إن أنا صيدلي، ومن خلال تعاملي أيضا في السوق الدوائي. تمام. من الحاجات المهمة اللي بتأثر على زيادة نقص الأدوية حاجة اسمها التعامل بالاسم التجاري في كتابة الروشتة. تمام. قبل ما أتكلم عن تأثير الاسم التجاري وهل ينفع مثلا نحل بالاسم العلمي وإيه يعني الاسم العلمي، عايز أوضح إن المشكلة ليست يعني أو المشكلة مش راحة في اتجاه ده الطبيب عاوز يكتب عشان يطلع رحلة أو ياخد رشوة والكلام ده. أنا بتكلم في أمور أكثر من ذلك، وإن كان ده موجود لكن التعامل بالاسم التجاري مشكلته عاوز وعي. مشكلته إنه هو كل من يصف الأدوية بيتعامل بالاسم التجاري إزاي. يعني أنا حتى كصيدلي مثلا لما حد بيستشيرني في حاجة وبأرد عليه مثلا في التليفون خد كذا لحد مثلا ما تكشف، أو خد الحاجة دي لعلاج كذا، وبقول له اسم حاجة بكون حريص على إن أنا أقول له خد مثلا أديله خيارات، خد كذا أو كذا أو كذا نفس المادة الفعالة. تمام. لأن المريض نفسه لو مثلا أنا قلت له خد دوليبران مثلا للصداع مثلا يعني، وراح سأل على الدوليبران ما لقيهوش، والصيدلي أو اللي في الصيدلية قال له لأ ده في نوع تاني، برضه بيرفض لأن هو في هسهس أو في توهم إنه في شيء اسمه بديل أو دواء تقليدي يعني. تمام. فالحتة دي مش بس قصة الأطباء، قصة تصور أو قصة بعض الأطباء، قصة تصور إنه في دواء أصلي ودواء تقليدي. يبقى دي أول نقطة قبل ما أتكلم على الاسم التجاري والتعامل معه. تاني نقطة هتكلم فيها، أو قبل ما أتكلم في الاسم التجاري لازم نعرف إن إحنا في أمور بتتحل بالقانون والشكاوي والكلام ده، وفي أمور لازم أنت تعرفها كشخص عندك وعي. يعني انت وحدك ترفضها. القانون مكتوب فيه مثلا انت الدواء بتتعامل معاه مثلا بالاسم العلمي، او الدواء او حاجة مكتوبة في القانون، انت طبقها على نفسك وفهمها. تمام. لان يعني داخله كده تحت بند القانون لا يحمي المغفلين. انت ما تسيبش حد يضحك عليك. ليه حد يضحك عليك؟ مش بقول لك ما تتبعش الدكتور اللي يقول لك ما تاخدش بديل، ولكن شغل دماغك. يعني ليه كل الدول بتشترط وجود مثلا صيدلي في الصيدلية؟ اي دولة في العالم مش مصر بس، عشان تفتح صيدلية لازم يكون في صيدلي. فعشان يكون في صيدلي، لو الموضوع مجرد قراءة واتكتبت روشتة بالكمبيوتر ما هو أي حد يجيبها وخلاص. فالقصة مش قصة إنك أنت رايح تصرف الدواء، رايح تشتري الدواء. الفكرة إنه في مهمة لازم تعرفها أنت، ولازم كمان الصيدلي يعرفها، اللي هي إن إيه مهمة الصيدلي مهمة أخرى، ودي طبعا بتتعارض مع الاسم التجاري. فلازم تحط النقطتين دول في الدماغ. ندخل بقى على الاسم التجاري. ايه هو الاسم التجاري؟ حضرتك لما انت بتاخد روشتة وبتروح للصيدلية غالبا بتكون عاوز نفس الحاجات المكتوبة حرصا على سلامتك وحرصا على صحتك بالاسم. انت يا سيدي الفاضل في اسماء تجارية، يعني نفس المادة الفعالة. تمام. ده الاسم التجاري. يعني مثلا مادة الاوجمنتين مثلا، تمام، مضاد حيوي، اسمها اموكسيسيلين وكلافيولينيك اسيد. ده اسم الدواء اللي بيدخل جسم حضرتك. تمام. فده ممكن يكون موجود في الاوجمنتين، موجود في الاوجمنتين، موجود في ميجاموكس، موجود في هايبيوتيك، موجود في دلتا كلاف، موجود في اكثر من
يعني شركة أخرى بتنتجه. لو أنت خدت أي واحد فيهم المفروض إنك أنت كده صح والصيدلي صح. هتقول لي ده أنا خالفت الروشتة بتاعة الدكتور. أول حاجة قانونا الدكتور مش من حقه يصر على اسم شركة معينة، والدليل على كده ان معمول بهذا النظام في مصر نفسها بالاسم العلمي. يعني انت في التأمين الصحي والكلام ده لما تروح تصرف علاج بيعمل بهذا النظام لأنه هو ده الأصل. يعني في قانون المهنة في الطب وفي الصيدلة مش موجود حكاية الاسم التجاري. يعني الاسم العلمي أصلا للناس اللي عايزة تطبقه ده مش محتاج أساسا قانون جديد، ولكن القانون محتاج يتطور لما هو أكثر من ذلك. فالاسم التجاري اللي هو كتابة الأسماء المنتجات الدوائية بأسامي الشركات. تمام. طيب كثير من الأطباء يقول لك ما تاخدش بديل. هو طبعا عشان ما نظلمش الناس، في دكتور يعني بيقول ما تاخدش بديل عشان هو مش عايز حد يتعدى على الروشتة بتاعته ويبدأ التغيير، لأنه لو سمح بالتغيير فبالتالي في ناس تاني أخرى بتغير ده لممكن أدوية غلط. ولكن للأسف الشديد ما ينفعش الطبيب يعمل كده لما يكون اللي بيصرف الروشتة صيدلي معتمد، وده حقه ودوره إن هو مش بس يختار شركة أخرى، وإنما هو يختار أو يشوف الأدوية دي مناسبة مع المريض ولا لأ، فيها مشكلة مع أدوية تاني بياخدها معاه ولا لأ. فالاسم التجاري مثلا لما أنا ألاقي الأوجمنتين مثلا ناقص، تمام، ورحت أنا بالروشتة بتاعتي كمريض ولقيت هاي بايوتيك، فاختصارا للوقت مثلا حاليا والله لا في ده ولا في ده، الدواء بمثاله اللي هي انتوا بتقولوا عليها بديل ناقص ايضا. تمام. فالاسم التجاري اثر على زياده الازمه، لانه ممكن لسه في السوق بعض الادويه وبعض المجموعات، ولكن بتصادف انه الدكتور كتب شركه اخرى. تمام. فالمريض يقول لك لا انا عايز ده، ما بيقتنعش بقى غير لما يلف شويه مشاوير ويسأل في الصيدليات كلها انه هل الصنف ده موجود ولا مش موجود. يا جماعة ما فيش حاجة اسمها بديل. الدواء اللي نفس المادة الفعالة ده اسمه مثيل. يعني مثيل زيه اصلا، مش ده مرحلة احسن. اضف الى حضرتك ان الدكتور نفسه ممكن يكتب مره اوجمنتين، ممكن مره يكتب هايبوتيك، هو نفس الدكتور لمرضى مختلفه، ولكن انت في روشتتك او هو بيقول لك في الروشته بتاعتك انت بتحس انه الدواء ده يعني متقاس على الحاله بتاعتك. فمعلش يعني نشيل النقطة دي من دماغنا لأنها نقطة خاطئة. لا يوجد دواء أصلي ودواء تقليد في طالما مرخص من وزارة الصحة ومكتوب عليه نفس المادة الفعالة اللي هي عايزها الطبيب في الروشتة بتاعته. طب هل في أدوية أحسن من أدوية في السوق؟ يعني مثلا أنا الدكتور كاتب لي روشتة، هل ينفع أنا أغيرها؟ طب ما ممكن يكون اللي هيتغير ده يعني أقل كفاءة. صلى على النبي يا سيدي. أولا نسبة الحاجات اللي هي ممكن تكون في شك في الفاعلية بتاعتها دي أدوية بسيطة وبتلاحظ، والصيدلي ما بيغيرش للأسوأ، بيغير اللي هو نفس الكفاءة. وحتى لو كان في دواء الفعالية بتاعته أقل فدي مش مسؤولية الصيدلي ولا الطبيب، دي مسؤولية وزارة الصحة. بمعنى إيه؟ ما ينفعش أنا أقول والله الدكتور فلان أو الدكتور فلان ما ينفعش يقول ما تاخدش كذا لأن ده مش فعال، لأن الدكتور فلان ده مش جهة علمية ومش مؤسسة معتمدة، هو طبيب يكشف ويقول إن المريض بتاعه محتاج الأدوية دي. تمام. لكن لما يجي يتكلم عن صنف يا ريت يكون عنده الشجاعة ويقول الصنف ده مش فعال. تمام. ويرفع ده للوزارة ونشوف مشكلته فين، لأن الصيدلي ما عملهوش في بيته، لأن ده بيخلق أزمة كبيرة جدا في سوق الدواء ده. أضف إلى ذلك كمان الدكتور نفسه أحيانا بيكون كاتب المثيل اللي هو الأقل كفاءة، او مش الاقل كفاءه، اللي هو من وجهه نظرك اقل كفاءه، اللي هو تحت البراند. فبالتالي لما الصيدلي يصرف البراند باي وجه حق انت تقول له ده افضل وده مش افضل، لان اصلا كل الاطباء بيكتبوا كل الاصناف دي نفسها. لكن انت لما بيبقى في الروشته انت بتكون مش عايز الدواء المغاير للروشته، مش التجليد، المغاير للروشته. ممكن يكون المغاير للروشته ده اصلا دواء مستورد وانضف واحسن من الدواء ده. طيب
تأثير الاسم التجاري ده طبعًا أكيد، لإن لمّا أنت بتضايق على نفسك في الفرص بتاعة البحث عن الدواء، يعني بدل ما بتدوّر على مثلًا هايبيوتيك بس والّا أوجمنتين بس، أنت قدّامك فرصة تدوّر على ولا 15 ولا 30 ولا 40 نوع بنفس المادة الفعّالة، فأكيد هتلاقي حاجة منهم. تمام. يبقى الاسم التجاري أثّر إزاي؟ أثّر من إن الناس نفسها فاهمة إنه ده دوا وده دوا، غير كمان التأثير الطبي، لإنك أنت ساعات الناس بتكرر الأدوية وهو فاكره دوا آخر. تمام، فاكره دوا آخر، يعني زي الفينادون والأبيدون والزيلون، في ناس الأدوية دي لو حد عارفها، في ناس فاكراها أدوية كحة، فبالتالي مثلا ممكن ياخد حاجة منها، واحد تاني يوصف له يقول لأ خد ده أحسن، فهو كده افتكروا دوا تاني، هو زود الجرعة من نفس الدوا بس باختلاف شركتين. الكلام اللي بقوله لكم يا جماعة ده كلام مهم جدا، وكلام واقعي وصحيح إن شاء الله بنسبة 100%. تمام. في المنظور العام بتاعه، يعني لو حد شايف إنه التعامل ينفع إنه كل دكتور بمزاجه يقول الدوا ده أحسن والدوا ده أسوأ والدوا ده أنضف، ما كده ما فيش. الدكتور دوره بينتهي عند الكشف، بيتحاسب قانونا على الكشف اللي بيكتبه في الروشتة، والعيادة بتاعته بتبقى من صرف والعيادة بتاعته بتبقى تحت مثلا تفتيشات الدولة والمسؤولين في الدولة. عملية صرف الدواء بقى دي هو مش هيعرف فيها حاجة، بالرغم إنه هو الطبيب، لأنه هو مش صيدلي بكل بساطة. يعني أنا مش عايز الناس يتجه دماغها للعبث، فالاسم التجاري زود هذه المشكلة. تمام. هل الحل في الاسم العلمي؟ لا، قبل الاسم العلمي، لأن الدولة مثلا أو المسؤولين في الدولة أصدروا نعم الكتابة بالاسم العلمي، هتلاقيه كاتب لك بالاسم العلمي ومن جنب اسم الشركة، والناس برضو هتقول لك في الصيدلية ما تجيبش بديل، فاحنا مش هنروح نقعد نشتكي في بعض. أنا عايز المريض نفسه يكون عنده وعي، فاهم هذا الموضوع تماما. فالحل انك انت تكون فاهم اولا ان الدواء ده وصرفه مسؤولية الصيدلي، وتحافظ على نفسك ما تصرفش دواك الا في وجود الصيدلي. تمام، وتتأكد منه. تمام. طب تطبيق الاسم العلمي، كده احنا عرفنا ايه هو الاسم التجاري. قبل ما اشوف برضو موضوع الاسم العلمي، في حاجة يا جماعة اسمها المثيل والبديل. اللي انت بتقول عليه ده بديل، هو اسمه مثيل، نفس المادة الفعالة. البديل ده مادة تاني بتؤدي نفس الهدف، وإن كان برضو الصيدلي من حقه إن هو يختارها للمريض. تمام. الاسم العلمي تطبيقه يعني أنا شايف إن هو صعب شوية. تمام. لأن الناس عشان تتوعى وعشان تقتنع بهذا الكلام، وكمان لازم يبقى فيه أمانة عند الطبيب، لأن الطبيب اللي هو بيستغل بعض ثقافة المريض عشان يروج لشركة معينة، بيقول والله لو خدت انت الدواء ده يعني لو خلفت الدواء ده فانت كده اللي مسؤول عن نفسك، فبالتالي المريض بيخاف وعايز يسمع كلام الراجل اللي بيعالجه. تمام. في بعض الأطباء برضو ما بيحبش التغيير، عشان هو فعلا مثلا يعني معيش حد زي ما قلت لحضراتكم يتعدى على الروشتة بتاعته، وأيضا هو ساعات بيبقى عنده إحساس خاطئ إنه صنف أحسن من صنف، ممكن يكون هو كتبه قبل كده في حالة ما جابش نتيجة بسبب مثلا المريض ما خدش الجرعة، هو حطه في المكان المش صح بتاعه، وصفه في مكان مش صح، فبالتالي بياخد فكرة عنه إن هو الدواء ده مش كويس، فبالتالي بيحذر من المرضى. مش قصة رشوة أو هدايا أو مؤتمرات أو خلافه، ولكن طبعا للأسف كل مهنة فيها الفاسد والصالح، وبالتالي منتشر موضوع إن أنا أبيع المريض لشركة معينة. الاسم التجاري أيضا تأثيره إن بيرفع أسعار الأدوية، لأن الناس اللي بتشوفوها بشنط دي وأنت بتروح تكشف في العيادة، دول بيطلبوا من الدكتور إنه يكتب له الصنف بتاعه. تمام. اللي انت حاسس ان هو ان الدواء بتاعك المكتوب في الروشتة ده مفصل عليك بالاسم، فهو بيفكروا انه يكتبه له. لو الموضوع موضوع معلومات كان راح له مره واحده وبعد كده يرسله بالميل، لكن هو بيطلب منه كل شويه، بيطلب منه اكتب لي كذا 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 كذا. فاحيانا بيكتبه له عشان هو بيقدر الزياره بتاعته، احيانا بيكتبه له
عشان هدية، أحيانا بيكتبوا له عشان عاوز يكتبه له، أحيانا بيكتبوا له عشان ده أقنعه أكثر من المندوب الآخر. لكن في النهاية كلهم مرخصين وزارة الصحة، ده المفروض وزارة الصحة قالت ده بيحتوي على كذا وده بيحتوي على كذا. هتقول لي في صنف أحسن من صنف، هو نفس الطبيب بيكتب الصنف اللي انت اللي شايفه أقل كفاءة، وساعتها المريض بيعتبر إنه الصنف ده هو البديل اللي هو الأصلي وغيره هو البديل. فإحنا كده عرفنا إنه مفيش حاجة اسمها بديل، هو مثيل، وإن كان في بعض الأدوية فيها مشاكل، فبالتالي هذه المشاكل لازم تكون من حلها من مؤسسة وهيئة، مش فرض. الطبيب بالنسبة لرأيه في الدواء ده رأي فرد، مش جهة معتمدة في الدواء عشان يقول ده أحسن وده أسوأ. تمام. الاسم العلمي، قبل ما نطبق الاسم العلمي يجب أن نفهم دور الصيدلي. دور الصيدلي مش بس قصة يختار لك البديل والمثيل ويبيع لك الدواء. لو كانت القصة كده يا جماعة ما كانتش كل الدول بلا استثناء اشترطت وجود صيدلي أو صيدلي لفتح الصيدلية. الصيدلي مهمته انك اخر واحد انت بتتعامل معه، المسؤول عن الاستخدام الامن والفعال والصحيح للدواء بالنسبه للمريض. بيجي المريض بالروشته بتاعته، فبالتالي لازم الصيدلي يكون عارف لو في ادويه اخرى بيستخدمها، الجرعات بتاعته، لو هو فكر انه يغير بعض. يعني مثلا في ناس بيبقى مكتوب لها اسبرين اللي هو بتاع الاطفال وعنده قرحه في المعده، ممكن انا اغير له بالجوسبرين، لان الجوسبرين بيبقى عباره عن حاجه اسمها انتريكوتي تابلت، اقراص مغطاه، فبالتالي دي ما بتاثرش على المعده وبتقلل التاثير. في الحاله دي انا صرفت له شكل الجرعه الافضل، وده دوري واجب علي. المجتمع حارم نفسه من هذه المعلومات، مش قصتي ان انا يعني اجبر حد بذلك الامر، ولكن رسالتي ان انا ابلغ الناس بالعقل. لان احنا لو اعتبرنا ان عملية الصيدلة او مهنة الصيدلة مجرد ان انا ابيعهم كده او اصرفهم، فبالتالي يبقى كل الدول عندها نوع من الخلل العقلي والتفكير اللا منطقي لاشتراط صيدلي لفتح الصيدلية او لوجود العلم الصيدلي نفسه. فما تخليش حد يضحك عليك، وفكر كويس. وده كانت الحلقة بتاعت الاسم التجاري وتأثيرها على زيادة نقص الأدوية، بالرغم انه حاليا كل دواء بالمثال بتاعته اللي حضراتكم بتقولوا عليها بدايل مش موجودة. تمام. فبالتالي الصيدلي بس هو اللي يقدر يساند بلدنا في هذه الأزمة، ويقدر يختار من المجموعات المختلفة أكثر من أي حد. كل واحد ليه تخصص وتخصص دقيق. يعني تخصصي المجال الطبي، التخصص الدقيق بتاعي كصيدلي في المجال الطبي الدواء، كيف تستخدمه وشكله وشكل الجرعة والأقراص دي قصة. تمام. كتابة الروشتة ازاي، الروشتة صح ازاي، اسلم الدواء للمريض زي ده اللي المفروض يحصل. فبالتالي ان احنا نعتبر ان دي عملية بيعية، وان انا اقول للصيدلي ما يجيبش بديل وهات مش عارف كذا، ولو الروشتة مكتوبة بالكمبيوتر اقعد اقارن وراه. طب اشمعنى انت ما بتقارنش ورا مكان السماعة عند الدكتور؟ يعني بيقول لك خد نفس هنا، اعمل نفس هنا، بقول له حاضر. هو على اساس لو اخطأ بعد كده في شغلته دي بتعرف تحاسبه. يبقى اذا المفروض، وهتكون في حلقة تانية في القانون بتاع مزاولة مهنة الصيدلة ازاي يتطور بما يتناسب مع هذا الزمن، موضوع الجوب ديسكريبشن او المهام اللي بيقوم بها الصيدلي. فزي كده انت سيب الصيدلي من دوره ويختم لك ان هو اللي صرف الدواء، ولو في خطأ، بس الخطأ مؤسسة او هيئة اللي تقول انه ده خطأ يتحاسب عليه. لكن انت توقف على راسه وتحاسبه خلاص، ما تقعد مكانه احسن. وعلم الصيدلة يتقفل والصيدليات تصير محلات، والطبيب خلاص يراجع الدواء. طبعا لما هو الطبيب اللي بيراجع الدواء او اللي بيوصف لك الدواء هو اللي بيراجع الدواء، لماذا توجد كليات ولماذا يوجد علم اسمه علم الصيدلة؟ انا عارف ان الكلام ده مش هيغير كتير، ولكن حبيت
أوصل لحضراتكم الرسالة، وطبعا مع تقديري للأساتذة والزملاء من الأطباء اللي هم إحنا بتعلم منهم كثير حتى في الكثير من الأدوية. ولكن في نقطة مهمة يا جماعة، لما بنتكلم نقول الصيدلي هو بتاع الدواء، مش معناه وأنا قاعد يعني أنا أعلم واحد في الدواء، لا، معناها أنا المسؤول عن صرف الدواء بطريقة صحيحة قانونا ودينا، تمام. ولكن العلم عند الله. ممكن تلاقي صيدلي شاطر في التشخيص والدواء وطبيب ما يعرفش في الدواء ولا في التشخيص، وتلاقي طبيب شاطر في التشخيص والدواء وصيدلي ما يعرفش حاجة. دي أمور أخرى، مش بتكلم عن ادعاء علم، بتكلم عن المسؤولية. ودي كانت حلقة أخرى من بالصوت والصورة. يا ريت تشيروا الفيديو، يا ريت تشرفوني بالمتابعة على الصفحة في مواضيع كثيرة، خاصة فقرة بالصوت والصورة. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.